اخواتي الغاليات، السلام عليكم. نهاركم مبروك. واش احوالكم؟ ان شاء الله يطول عليكم فيديو تاعي، تكونوا باتم الصحه يا رب العالمين. فيديو جديد كالعاده. اعتذر بزاف على الانقطاع. ان شاء الله يا ربي تكونوا باتم الصحه. فيديو جديد، جبت لكم وصفه صيفيه، وصفه لوبيا ماشطو، وصفه صيفيه بامتياز، وتحطوا يعني وتوجد في في وقت قصير. هاد الوصفه بنينه بزاف، ننصحكم تجربوها. المكونات عندنا لوبيا ماشطو، بصل مقطع شرائح، وطماطم ولي زيبيس. عندنا كركم وفلفل اسود، ملح وفلفل عكري. في البدايه ناخذ اللوبيا تاعي، نقطعها على زوج، نحي لها الريسان ونقطعها على زوج. نغسلها اكيد بالخل ولا بالملح، ولا نغسلها دو فوا ونصفيها ونحطها في المقلاة. لازم هنا نخيروا اللوبيا اللي تكون طريه، تكون فتيه، هذيك الصغيره، ما نختاروش هذيك الكبيره الشيخه ولا الشارفه ولا كل واحد كيش يقول لها. المهم اخواتي، نحطوا اللوبيا تاعي فوق النار. هنا نقدروا نستعملوا المقلاة، كما كذلك نقدروا نستعملوا لا كوكور. المهم اخواتي، نديروا الزيت. شوفوا البنات، هنا الزيت اللي درته كنت طيبت فيه الدجاج. نتوما تقدروا ديروا زيت عادي، بصح انا هذا كي طيبت فيه الدجاج ما بغيتش نقيسه، قلت نطيب به اللوبيا وجات بنينه بزاف. شوفوا خواتاتي، قلت لكم نحطوها فوق النار اللوبيا، نخلوها على نار قليله، ونخلوها حتى لا كولور تاعها تبدا تتلون، يعني تبدا تغير، عفوا، يعني تولي فيغ فونسي. هنا نزيدوا عليها البصل، يعني ما خلوهاش طيب، يعني كيما يدخلها الطياب نفرغوا فوقها البصل، ونزيدوا فوقها عفوا هذوك العطور اللي قلت لكم، الملح والفلفل الاسود والفلفل الاحمر والكركم. نغطي المقلاة تاعي. وندير نرابي طوماطيس. هنا كي تبغي ديري اختي في المقلاة، ديري كلش مع بعض، ديري اللوبيا من تحت وديري فوقها البصل وديري فوقها الطوماطيس، ويعني خلطي كلش مع بعض، بصح في المقلاة ديري بالترتيب. قلت لكم هنا نروح الطوماطيس تاعي نرابوها، لازم تكون شويه طايبه، يعني باش الذوق تاعها يكون حلو. المهم نديرو كميه لاباس بها، باش اللوبيا تاعي ما تجيش صامته. لازم كيما نقولوا نكثروا شويه الطماطم، عينك هي ميزانك اختي. المهم اخواتي، هنا شفتوا البصل تاعي بعد ما فرغت ما حطيته فوق اللوبيا وغطيته، بدا يدبال. هنا كي يبدا يدبال نفرغوا فوقه الطوماطيس اللي كنا رابيناها، ونزيدوا فوقها الثوم، ونزيدوا يعني معدنوس اختياري. هنا تبغي تزيدي معدنوس، تبغي ما تزيديش، انا ما زدت فقط الثوم. المهم اخواتي، شوفوا كي البصله تاعي دبالت، خلطت شويه عاد ونزيدوا طوماطيس، يعني نخلطوها اون كتلصق ولا. المهم هي ما تلصقش لخاطش النار راها قليله، وما غاديش يلصق لنا، نعرفوا ثاني البصل يطلق الماء. المهم اخواتي، نخلطوا شويه كيما نقولوا باش تتجانس عفوا، ثم نضيفوا الطماطم. هنا بعد ما ضفت الطماطم تاعي، هنا تذوقي لا خص الملح ولا خص يعني باش تنكهي. هنا يعني هنا تذوقي، باسكو هنا سي بون غادي طيب، يعني عندها باقي لها شويه وقت وطيب. زدت الثوم اخواتي، هنا كان عندي الثوم مجمد، زدت الثوم. لازم ديروا لها الثوم شيرات باش تجي شابه وتجي بنينه بزاف. ننصحكم باش تجربوها، وصفه صيفيه بامتياز وطيب يعني في وقت قصير. هذا هو الطبق تاعي. انا بعد حاد يعني زدت لها شويه من الهريسه. نتوما هاد يعني هنا اختياريه. هذا هو الطبق تاعي البنات، ننصحكم باش تجربوه. نتمنى ان شاء الله تجربوا خواتاتي وتكتبوا لي في لي كومونتير. الى هنا نقول لكم دمتم في رعايه الرحمن، وما تبخلونيش بجام اخواتي الكريمات. دمتم في رعايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.